بجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وقبل أي حاجة خلينا نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا ومنورينا. كابتن إسماعيل يوسف، هتجانا مساء الجمال. مساء الفل عليك يا هيما. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. كله زي الفل؟ الحمد لله. كابتننا الكبير كابتن هاني رمزي. كابتن هاني مساء الجمال. الجمال. مساء الفل، ازيك؟ وحشني. منور الدنيا. ربنا يخليك. يبارك في عمرك حبيبي. كابتن فتح الله، مساء الجمال. حبيبي يا هيما. أخبارك يا ملك الشياك؟ زي الفل زي الفل. والله العظيم ثلاثة اللي يعرف ما يقولش اللي حصل. والله العظيم منور الدنيا يا كابتن سيد. ربنا يخليك يا هيما. كله زي الفل؟ ما احنا ممكن نقول برضه. قول عادي يا الراجل كان جايب لبس القهوه، روح بعت ناس مطعم. كان جاي عامل حسابه على حلقه ثانيه خالص. خد الجامده بقى، انا جاي مش متعشي فاكر ان في سندوتشات. لقيتها وريحي. كان في كذا حاجه. دي صدمتني يا سيد والله. تبقى شاي بس. شاي بس، اخرها شاي. بيقول لي اجيب لك شاي على الهوا. شاي شاي يا كابتن هاني. كنا بنيجي يا كابتن هاني أنا ما بناكل كل اتغديتش حاجه أصلاً. شاي. اجي اشرب شاي. عادي. هو اول لما جيت صدر واحنا بنتفرج على الماتش سوا قال لي هو النهارده مش قهوه؟ قلت له لا النهارده مش قهوه، النهارده المحكمه. قال لي يا ايه ده انت بتتكلم بجد؟ انا النهارده مفيش سندوتشات ما اكلتش. فبدانا نستوعب ان الموضوع بقى ملوش علاقه كمان بالاكل، بدانا نستوعب ان هو له علاقه باللبس. هو اصلا جاي بكاجوال، احنا هنطلع هنعمل ايه؟ الحق اجري بسرعه. ده بالنسبه لك انت، بالنسبه لك عن الاكل اهم. عم حسن يوحشنا. طبعا عندنا تفاصيل كده خلينا نخش فيها على طول. نتكلم على ماتش الزمالك والمصري. كابتن اسماعيل يعني خليني اسالك ايه رايك في الاداء؟ شفت الزمالك ازاي النهارده؟ لا متوسط يعني. الظروف اللي مر بيها النادي والفتره اللي فاتت ديت، طبعا انا شايف النتيجه نتيجه معقوله. بالرغم ان كايزر تشيفز كسب زيسكو وقرب 4 نقاط، لكن النهارده نقطه النهارده كويسه، لان برضو الظروف اللي اتحط فيها معتمد ظروف صعبه جدا. يعني جاي بقى له فتره صغيره، وبعدين في كم لعيبه مصاب غير طبيعي. ودي نقطه هرجع لها في الاخر. ماشي. وهو كان بيلعب على حاجه واحده، ان هو ما يتغلبش. ولو تحولات وحصل في كره بزيره او كور ثابته وحصلت في كره سيف، انما يقدر يحافظ، خصوصا الطرفين بتوعه ولاد صغيرين لسه، اذا كان ايش ولا محمد ابراهيم. وده المكسب يمكن الحقيقي في المباراه النهارده. انما اللي جاي يخوف يعني. طيب اللي جاي هنخش يعني كلمتين على الماتش، بعدين نخش في اللي جاي لانه في تفاصيل كتير لازم نتكلم فيها. كابتن هاني، شفت الماتش ازاي من وجهه نظرك؟ الاداء والنتيجه. الاداء زي ما قال طبعا بالنسبه للزمالك وبالنسبه للمصري يعني انا كنت متوقع المصري يكون افضل كمان. يعني بالنسبه لنادي الزمالك بالظروف اللي بيمر بيها الحقيقه معتمد قدم مباراه جيده على مستوى النتيجه. شايف ان النتيجه جيده جدا. الاداء مش مطلوب منه اداء افضل من كده الحقيقه. المعطيات اللي قالها اسماعيل، اللعيبه لسه صغيره بتلاعب المصري فرقه كويسه متصدره الجدول، ماشيين بشكل كويس، فالنتيجه جيده جدا. المباريات اللي جايه اصعب. الاسبوع اللي جاي اعتقد عنده مباراه ثانيه برضو امام المصري، وبعدين عنده مباراه مهمه ثانيه. فالامور صعبه في نادي الزمالك، لكن معتمد انا عارفه يعني معتمد مدرب كويس، مدرب واعد جدا. بصراحه بيجي في ظروف دايما صعبه، في ظروف صعبه وبيحقق نتائج ايجابيه الحقيقه. يعني عمري ما هنساله الماتش بتاعه قدام بيراميدز 3-2 في الكاس. لا معتمد مدرب فاهم، بيذاكر كويس، عينيه كويسه، واحد من ابناء بيحب نادي الزمالك جدا، واحد من ابناء نادي الزمالك الحقيقه. النهارده المباراه الحقيقه خرجت في اطار الامان، في اطار لان اي نتيجه غير كده كانت الحقيقه تبقى مشكله لنادي الزمالك. كابتن سيد، يعني انا بشوف ان نادي الزمالك لازم يجمع نقاط. يعني ترتيب المجموعه بالنسبه لك او ترتيب الماتشات انا شايفه جيد جدا. انت هيبقى عندك ماتشين على ملعبك وماتش بره، فتقدر تجمع منهم سواء مباراه المصري او المباراه الثانيه، تجمع منهم بحيث ان انت تصعد. يعني نادي الزمالك بامانه يعني زي ما اتكلم الكابتن اسماعيل، طبعا الاداء مش احسن حاجه، بس في نفس الوقت ليه اعذار كتيره جدا. تتكلم لعيبه صغيره، عندك اصابات، مدير فني جاي في الظروف برضو صعبه شويه، الفرقه مش مستقره، مفيش تدعيمات، فانت عندك ظروف، انت لازم تاقلم نفسك على الظروف دي، تمشي بيها واحده واحده، مباراه. يعني مباراه النهارده مثلا كره صلاح محسن كانت مهمه جدا للمصري، يعني كانت سهله جدا ضاعت من المصري. فانا بشوف نجاح نادي الزمالك ان هو يتعادل النهارده، ومع الماتشين الجايين ممكن يعمل اداء كويس احسن من كده. طيب هل المصري كان اخطر النهارده في المباراه، ولا الزمالك كان قادر يسير المباراه زي ما هو عايز؟ ممكن المصري جاله فرص والزمالك جاله فرص. المصري فرصه يعني ممكن تكون اخطر شويه. لكن هقول لك حاجه، انا يعني زعلان. هو في الطبيعي الزمالك واسمه في المجموعه دي ان اي ماتش بيلعب لازم يكسب، خصوصا لما يكون تاني فعايز ابقى متصدر. ده الطبيعي بتاع الزمالك. ماشي. لكن المعطيات والظروف والمعطيات بتقول ان احنا يعني تعادل مرضي للاسف. وكزملكاوي بزعل ان بقول كده، يعني ان هو تعادل بالنسبه لنا مرضي.
وحافظنا على مركز مصعدنا لغايه دلوقتي، بس اللي جاي اصعب والماتشات الجايه اصعب، لان لازم يبقى عندك شخصيه، ولازم لو انت عايز تكمل في البطوله دي للادوار الجايه وتكسب وتاخد البطوله، وده الطبيعي عشان اسمك كبير. لا لازم في حاجات كتير تتغير. ظروف صعبه. كابتن معتمد راجل محترم ومدرب كبير، اشتغل في ظروف صعبه، واحد من ولاد النادي اتقال له تعالى ما ترددش. معلش، هو مين من ولاد نادي الزمالك ما اشتغلش في ظروف صعبه؟ معلش بصراحه يعني خلينا نقول ان كل اللي جم من ولاد نادي الزمالك كلهم اشتغلوا في ظروف صعبه، بس معتمد ظروفه يعني اقصد يا كابتن اسماعيل بس ما حدش جات له على طبق من ذهب. يعني قول لي اسم. ايوه ممكن تجي لك في اول موسم بالظبط كده، يعني كله بيجي يحل ازمه. تجي لنا في اول موسم يبقى فيه برضو ان انت تقدر حلول تقدر تشتغل. لا ده غير كمان يا اسماعيل، انت عارف الاجواء اللي حواليها، ولا عندك صفقات، وعندك مشاكل ماديه، ومعنويا كمان مش احسن حاجه انك تطلع بالشكل ده الحقيقه، وتحافظ كمان على فرصك. ده انسب واحد فعلا جه هو معتمد، لانه قريب من الفرقه وعارف نفسه هادي، ما عندوش طموحات. تعالى اشتغل مدرب عام، حاضر. تعالى اشتغل مدير فني، حاضر. وحتى النهارده يعني انت خلي بالك ان النقطه بحيي فيها ليه بس غير كلمه ما عندوش طموحات، خليها ايه؟ ما عندوش طمع في حاجه. ما عندوش طمع، عنده زهد في ان هو يعمل نادي الزمالك في كل حاجه. يعني هو مدرب اكيد عنده طموح، لكن ان ابقى جاي وبشتغل وانا مؤقت، ده يحيي عليها معتمد، لان انكار ذات كبير جدا، وكل اللعيبه وكل الناس حواليه عارفين ان هو مؤقت. صحيح. وانا وجهه نظري ان هو لا يكمل بقى، يعني يكمل، لان اي حد هيجي هيبقى ليه اعذار. لو جبت اي مدير فني هيبقى ليه اعذار. اولا ما فيش تدعيمات في يناير، ما فيش، القيد مقفول، لعيبه صغيره معظمها، في لعيبه حتى وانت القيد مقفول انت بتبيع ناصر ماهر بتقوي بيه المنافس. دي انا يعني دي بالنسبه لي عايز اسالكم عليها. يعني هل كان مناسبا بالنسبه للزمالك في هذا؟ السؤال ما يتسالش اساسا، ما ينفعش. انا عندي حتى لو القيد مش مقفول، ناصر ماهر لعيب كويس جدا، واحنا محتاجينه مع الثلاثه الاربعه اللي موجودين الكبار اللي هم بيعدوا للفرقه مراحل وممكن تاخد بطولات بيهم. فانا فقدت عنصر اساسي من اللعيبه اللي داخل الملعب. ما انا كنت عايز اكل اخواته. ما هو احنا مش هنقلب اكاديميه. الزمالك مش هيبقى اكاديميه ان هو اللعيب كويس يتباع واللعيب لا الزمالك فريق كبير ويلعب على بطولات، جمهور عظيم موجود، لازم ياخد بطولات السنه دي، وكان في ايديك. يعني حتى لما انا اتناقشت معاك يا ابراهيم على كاس العاصمه، قلنا ان احنا نلعب فول تيم بالناس اللي موجوده، بدلنا احنا ما فيش حاجه والمنتخب كان في افريقيا. ايوه تلعب تاخد بطوله تاهلك لسوبر وتاخد فلوس تخش على كاس مصر وهكذا. ايوه يعني الموضوع ما يبقاش. لكن انت شايف انه يستمر الكابتن معتمد جمال ولا داعي لمدرب اجنبي؟ ما هو انا خايف من المدرب الاجنبي. مش اي مدرب اجنبي هيجي هيبقى فيه مشكله يا ابراهيم، هيبقى فيه مشكله. طيب ان هو حتى لو في حصل اي نتائج سلبيه ليه حجته معاه؟ حجته معاه. بص لك بيضحك ليه؟ لا هي قصه كمان. بتضحك على ايه؟ انت بتبتسم على ايه؟ عشان احنا دايما باصين للموضوع لعيبه ومدربين، الموضوع اداري بحت. اداري بحت. بمعنى فرقه عايزه تاخد بطوله، ده حسب اسم كبير، عندنا جماهير، طبعا ده الطبيعي طبعا. لكن هقول لك حاجه بس في النهايه عكس كلامي ده دلوقتي. فانا بدات السنه بمدرب ما يستحقش يدخل نادي الزمالك، ومشيته. يانيك فريرا ما يستحقش كان يمسك. لا ما يستحقش يعدي من قدام النادي. ماشي. مش يمسك النادي. فالمهم الحاجات دي بتبقى ماشي، ما فيش توفيق فيها. يعني صبرت عليه كتير جدا ومشيته متاخر، ما عنديش مشكله. ماشي. جبت رؤوف اللي كان مساعد بتاعه اخر يومين، مسك فتره. مش رؤوف. جبت كابتن معتمد لغايه النهارده هتمشي معاه بالقطعه. صح، هتمشي معاه بالقطعه. صحيح. كويس وكسب، طب يقعد شويه. ماشي. الماتش جاي، طب يقعد شويه. طب خسر والناس شتمتنا وهاجت علينا شويه، طب هنجيب مدرب اجنبي ونسرب ان احنا هنجيب مدرب اجنبي. الحاجات دي كلها بتعمل عدم استقرار يا جماعه. لعيبه الكوره طب ما يحط واحنا النهايه، يعني حط تارجت السيزون ده عايزين نعمل كذا، معتمد مكمل لغايه هاني. هي القصه يعني هي القصه مش اصل مش يوم. هل انت مقتنع ان نادي الزمالك يجي له مدرب اجنبي دلوقتي يا ابراهيم؟ لا طب انا عن نفسي. لا كابتن اسماعيل بس انا هل الوقت يسمح؟ طب ولا ماديا كابتن وماديا ولا جايب اللعيبه ولا عنده تدعيمات ولا عنده اي حاجه. ما انت بعت ناصر ليه؟ ما انت بعته عشان ماديا فهتجيب مدير فني. فيتو كان بيقول نقطه كمان، لسه هيقول لك ايه. لعيب الكوره شايف اللي بيحصل قدامه، فمش هيبقى مقتنع بقى باللي انت عمال بتعمله. لاعب الكوره شايف اللي بيحصل ده. لاعب الكوره عارف ان المدرب ده سيد هيقعد معاه
لاخر مؤقت. السنه ولا مؤقت ويومين ده اللي وهيمشي؟ بتكلم عليه. هتعامل لعيب معاه كوره ابراهيم ذكي جدا تعامل ذكي معاه. جدا، فالتعامل معاه عشان ياخد بطوله ما ينفعش التعامل ده يا باشا. انا بالماتش. مع سواء اجنبي او ما فيش فلوس اجنبي مصري، اه اطلع قول قرار ان ده مكمل معايا لاخر الموسم. انت كمان خلي بالك، انت ممكن تشتغل بجزئين. الجزء الاولاني انك تطلع تتكلم ان معتمد موجود معانا، صح. واحنا انتوا كلكم عارفين الظروف، احنا بقى عندنا تارجت بطوله 1-2، وممكن الطموحات جوه اوضه اللبس تختلف تماما. لا احنا قادرين يعني، بيبقى في كده جزئيات ممكن تشتغل عليها، تفاصيل جوه اوضه اللبس الناس كلها عارفاها خلاص، وتفاصيل كمان للناس انت لجماهير عديت نادي الزمالك. فرصه عمرك ان انت تجيب مدرب في خلال ال 40 يوم اللي هو بتاع المنتخب مصر. انت جاي والدوري شغال واحنا في وسط المعمعه، هتقول انا اجيب مدرب اجنبي؟ يا كابتن مش ازاي يا كابتن اسماعيل، مش موضوع يجيب او ما يجيبش، مش مع او ضد، المهم تقولوا حاجه توجد استقرار. ابراهيم انا اوقات انا كاداره ممكن ابقى واخد قرار ان الكابتن هاني هيمشي بكره واطلع النهارده عشان الاوضه وعشان اللعيبه الكابتن هاني مكمل معايا لاخر الموسم، عشان اللعيبه تحترم المدرب، تسمع كلامه، تصدقه. بس الكلام ده كله مش مظبوط. عرفت انت كنت يعني بتبتسم ليه؟ انت بتبتسم اللي الاهم بقى من القصه بقى، الاهم من القصه مين اللي شايف كواليس النادي وظروفه والفلوس والحاجات دي وبيعوا كذا ويجيبوا كذا؟ النادي، الاداره، صح؟ طبعا. الاداره لازم تبقى عندها شجاعه 1% حتى شجاعه. بمعنى يا باشا اطلع انا شايف الظروف صعبه، اطلع اقول للناس ما اضحكش على الناس، اطلع اقول للناس السنه دي ما نوعدش باي حاجه واحنا بنجهز للسنه الجايه وهنطلع ناشئين، هندعم، هنعمل اي حاجه، بس انتوا دايما ما بتواجهوش الناس، بتشوفوا الناس يعني طب بتسيبوا هو الناس. هيستفيد ايه لما يقول حاجه زي كده؟ يعني ايه يستفيد ايه؟ هيستفيد ايه لما يطلع يقول للناس ما تستنوش بطوله؟ هيقول لك يا عم انت بتهمد أيوة، الناس يا إبراهيم. افرض انا كسبت بطوله انت جايب هو لو كسبوا بطوله هتلاقي بدل الرد مليون رد. هو لو كسبوا بطوله الناس هتزعل، مش هنزعل، هو دايما ليه الناس بتزعل من الواقعيه؟ يعني دايما احنا عندنا كلنا لما بتتكلم على حاجه واقعيه وحاجه متشافه، ايه يا عم انت بتهد؟ حتى على مستوى النادي الاهلي في وقت من الاوقات لا عندنا اخطاء وعندنا لما الناس بتتكلم في الجزء ده لا يعني احنا الحقيقه كلنا بنتكلم في منطقه ان انت في مناطق كده ما تنفعش تتكلم عليها. هو معقوله مجلس اداره يطلع يقول يا جماعه بناء على الظروف اللي احنا بنمر بيها احنا التارجت بتاعنا السنه دي كذا؟ ده حاجه تحسب له، لكن لا يحسب له ان الموضوع ساكت. طب انتوا بتعملوا ايه؟ ما نعرفش. طب التارجت بتاعكم ايه؟ لا لما نشوف. طب مدير طب نكسب بطوله؟ يا ريت، ده احنا نادي الزمالك ونكسب بطوله، تمام. ما انت ما تمشيش طول العمر باسم نادي الزمالك، اسم كبير وفي اصعب الظروف بيكسب بطولات، لكن الرؤيه دلوقتي انا شايفها ضبابيه جدا جدا على مستوى الاداره الفنيه. معتمد ما يعرفش هيكمل مش هيكمل، هيقعد مش هيقعد. على مستوى الصفقات هنجيب مش هنجيب. انت تشوف ايه يا كابتن هاني؟ انه يكمل؟ انا رايي يقعد يكمل. انا من رايي ان معتمد يكمل. واحد يعني اشتغل كذا مره في النادي، عارف اجواء النادي. هتجيب مدرب جديد هيقول لك ده انا اتصدمت باللي انا ده قالوا لي كذا كذا واتصدمت. انا بتكلم فيها هيبقى صدمه. لا ده انا اتصدمت. ده انا عندي مشاكل مستحقات لعيبه. خلاص مدرب، انت كان عندك انت عارف انت فوتت كام مدرب؟ انت عارف فوتت كام فرصه؟ انت مفوت كان عندك 50 يوم. ايوه بجيب ده غير بطوله الامم، قبليها كمان بطوله التوقف اللي قبليها بتاع كاس العرب، قبليها كان في ايه؟ ايوه ليه بقى؟ عشان انت مش مخطط لحاجه. أيوة. انت ماشي حسب اللي هيحصل ايه بالظبط. طيب كابتن سيد عايز اسمعك. يعني هي النقطة برضو أنا نقطة إن مجلس الإدارة يطلع يوضح. هو مجلس الإدارة بس هيبقى مشكلته حاجة واحدة، إن هو إدى وعود كتير قبل ما يجي، فده هيبقى ضد عكس الكلام اللي هم قالوه، هيبقى ضد الوعود اللي عملها. بيبقى احسن من يعني هي المشاكل كلها بدأت من إمتى يا فتح الله؟ من قبل ما يجي المجلس ده قال أنا عندي الحلول. هو ما حلش، هو بالعكس هو زود المشاكل. النقطة الثانية لما بتكلم على مدير فني أجنبي، هو أصلا ما فيش منطق إن أنا هجيب مدير فني أجنبي وببيع واحد من اهم اللعيبه عندي عشان الفلوس، عشان اقدر ادي جزء من المستحقات. فهجيب اصلا هجيب مدير فني اديله فلوس كمان شهريا، هيبقى العقد اللي انا بعت بيه ناصر بديله مدير فني واللعيبه مش هتاخد اي حاجه. فدي مشكله ثانيه. فانا بشوف مشاكل نادي الزمالك كلها اداريه. والنقطه الثانيه والمهمه، انت عامل تفويض لمدير رياضي هو اللي بيتحكم في كل حاجه بامانه. هو الراجل بس لو عايزين نتكلم هو المسؤول الاول. مش موجوده في العالم. انا مع وبالغير ابراهيم قلت لك في البرنامج مع التجربه انك تجيب مدير رياضي جون او غيره. جون ماشي يكمل، بس التجربه دي انا بجيب حد تحت مجلس الاداره. انا في الاخر انا اللي بتدخل وقت ما احب اتدخل. بينفذ. احنا لغايه دلوقتي انا بحاسب مدير رياضي. ايوه لغايه دلوقتي احنا جايبينه ومش فاهمين اساسا يعني ايه مدير رياضي. المدير الرياضي بالجوب سكريبت الحقيقي للمدير الرياضي. احنا عندنا حتى لو اتكلمت سواء على النادي الاهلي محمد يوسف، هل
محمد يوسف عنده صلاحيات المدير لا. الرياضي؟ لا هي دي النقطه، انت عندك مدير رياضي هو ايه ممكن صلاحياته؟ يكون عنده هاني بس من خلال مجلس الاداره. ده اصل هو ما ده طبيعي. في رؤية خلي بالك هم ومنفذها. ثلاث حلقات. مجلس الاداره متمثله في رئيس النادي، بتتكلم على سبورت دايركتور المدير الرياضي، بتتكلم على مدير فني بيلعب فريق. بس هي تجربه الزمالك مش موجوده، يعني مش موجوده في حته. لا يعني خالص. تجربه الزمالك مش يعني طب خلاص ملهاش أنا مرجعيه. عندي يعني حاجه بسيطه. اه انا هعمل تقدر تجربه. تقول عليها اسمها ايه؟ تجربه جديده طب من نوعها. هعمل تجربه جديده. اه تجربه جديده يعني فيها ريسك، فيها نسبه ريسك. بس حتى لو 1% فيها ريسك صح؟ لازم انا ابقى مجلس اداره ابقى مسيطر، وانا اللي اتدخل وقت ما يلزم ان انا اتدخل. ما ارميش كل المسؤوليه عشان لما يحصل فشل وان شاء الله ما يحصلش اقول ده المدير ده هو المسؤول، انا ماليش دعوه، انا أنت عارف- بعيد. أنت مش عارف- حاجه اسمها كده، أنت عارف دايما لحد- المجلس هو المسؤول. انت عارف ان طبعاً. لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها الزمالك منافس على كل البطولات اللي موجود طبعاً. فيها. وممكن ابراهيم يلحق نفسه بس مش بكده، طيب. مش بالشكل ده. هنا بقى في الجزئيه دي، عشان انا برضو دي بالنسبه لي اشكاليه، انا ما اشتريتهاش. قول لي وخليني قول لي اختلف معاك. قول لي هل انا ينفع ابقى كنادي زمالك بنافس على كل البطولات، اطلع انا كمجلس اداره اقول للناس ثانيه واحده يا جماعه احنا ما نوعدكوش باي حاجه، ما نوعدكوش باي بطوله؟ طب هو انا ينفع عدى ابقى الوقت ده طب ماشي صح؟ طب زي ماشي. زي وقت المدير الفني. آه. عدى ما ينفعش. ما ينفعش اقول كده. طب انا ينفع لا. طب انا طبعا ما ينفعش. سؤال يبقى- حلو، سؤال وجيه. آه. طب انا هقول لك الكلام ده سؤال من تاني. البداية. طب اقول لك مش سؤال من وترد دلوقتي. عليا. أول الموسم. انا نفسي الزمالك يبقى احسن حاجه وياخد السنه دي 5 بطولات. انا أكيد عارف يعني. وعارف ده أكيد مشاعرك يعني. وعارف ان ده طب تفكير. السؤال ده حلو. طب هسألك سؤال تاني. آه. ينفع انا اكون مجلس اداره وبنافس على كل البطولات وابيع ناصر وهو لعيب مهم في الفرقه؟ قلنا لا. ان اللعيبه عايز اجابه مني؟ لا ان اللعيبه تفسخ لا، مش عادي منطقي. بسهوله. لا، مش منطقي. ان مش يا منطقي. اسماعيل اللعيبه تفسخ لعيبه مهمه. انا السؤال تفسخ عادها أنا تمشي السؤال، انت بسهوله. بعت ناصر ماهر ليه؟ عشان ايه؟ بعته عشان ايه؟ عشان حل ازمه فلوس. لا، ما هي طب الفلوس ما اللي انت جايه للناصر ما انت هتجيب مدير، عايز تجيب مدير فني. مش هتجيب لك، مش هتحل الازمه. مش هتحل حاجه، مش هتعمل لك حاجه. حل لك يومين. مش هتعمل لك الازمه اللي اي هيحلها حاجه. 50 مليون. ايه الازمه؟ قول لي كده. لا، انت اقل مدرب دلوقتي يبقى هياخد سيب- مليون دولار في السنه. طيب يبقى ابيع واحد مهم في الفرقه ولا ابيع حد مثلا من الاجانب اللي هو مثلا شيكو بنزي ده ابراهيم لعيب انا ما عندوش مسؤوليه. ما هو مش لاعب هيجيب لك أندية برضه كبيرة. يا فتحي. بشوف حتى يبقى اللي ببيعه بتضحك عليا، مش بتضحك هينفعني عليا. قوي. بتضحك عليا. لا ده شيكو مش تاني. شيكو بنزا في مخيلتي على طول اللي هو الفيديوهات مش الكوره، اللي هي ايه؟ اللي هو اللي هي شيكو بنزا. بس ايه؟ الاغنيه اللي هو بيرقص عليها دي. لا حاجه صعبه. بس شيكو ده الانجوري صح؟ التاني لا، ما انا عايز افهم شيكو بنزا، هل هو لعيب جامد ولا هو لعيب على قده ولا هو لعيب ينفع في نادي الزمالك ولا انا برضه رايي الشخصي لعيب ما عندوش مسؤوليه انديه كبيره انه يلعب ملعبش في نادي انديه كبير. كبيره. هو لعيب بيلعب في منتخب بلده. يعني بس لعيب مش كويس. اكتر من كده. لعيب كويس، لكن هو الاتيتيود بتاعه مش نادي الزمالك. لا كل مش نادي قراراته مش الزمالك. موجوده. لا يعني انا والله قعدت كل مباراه يا سيد بتفرج عليها كويس. بالنسبه لي هو انت بتفرج عليها كويس يعني. اسماعيل مفيش، هو ما عندوش مسؤوليه فعلا زي ما قال ما فتحي خالص يعني. مش دريان احنا الباصه دي لازم هو مش تبقى امتى فارق. شيكابالا قال لك احنا محتاجين ناخد منه الدي جي. لا صعب جدا. لعيب هو كشخص- مش عارف يباصي امتى كشخص يا ويفنش كابتن امتى إيه؟ هو كشخص كشخص كويس. طيب عايز اتنقل طيب لجزئيه ثانيه بعد الفاصل. طيب روح فاصل يا باشا وبعدين نرجع نكمل. يلا اتفضل. وجهه نظرك انه الزمالك اتخذ قرار بانه مش هيرفع القيد في مقابل انه الفلوس اللي موجوده يبتدي يتعامل بيها في مستحقات شيء اللاعب. طبيعي، ده قرار مظبوط. كويس. ان لازم اللعيبه اللي موجوده دي تاخد مستحقاتها كامله. وانا مش قلقان من الفتره اللي جايه على نوعيه اللعيبه اللي موجوده. يعني برغم ان ضلع كبير ناصر ماهر مشي، انما اللعيبه اللي موجوده يعني عندك لعيبه تشيل فرقه. يعني انا حاسبهم، بس هتطرق لجزء الاصابات. لان الملاحظ الفتره من بقالها 4-5 شهور ان لعيبه نادي الزمالك اصابات كلها عضليه، والاصابات العضليه بتاخد فتره كبيره جدا. يعني محمود جهاد انا ما شفتوش وانا صغير، يعني بقاله سنه من عنده مزق في الخلفيه بقاله كتير جدا. بقاله كتير. يبقى لازم في اعاده نظر في الجهاز الطبي لنادي الزمالك، لان الاصابات بتقعد فتره كبيره جدا. عبد الله السعيد بقاله فتره كبيره جدا، احمد ربيع اللي لسه جاي من البنك بقاله فتره كبيره جدا. يعني برضو دي فلوس وده اساس عندك في الفرقه ما بيشتغل. لما يخفوا اللعيبه دي مع اللعيبه اللي بتبقى موجوده مشكله في التاهيل ولا في ولا في التاهيل وفي العلاج. وفي العلاج طبعا، لان التشخيص لازم يكون اسرع من كده. يعني ما يبقى عندي المزق بيقعد من مثلا من 4 ل6 اسابيع،
في محمود جاب بقاله فتره كبيره، يعني هو جه في فبراير السنه اللي فاتت، ده الناس نسيته حتى والله. هذه اللحظه ده لعب نسيناه حوالي لك 10 كده مباريات فقط تفتكر لا يعني. غير. 10 مباريات في سنه. لعيب 12 كويس شهر. بصراحه، لعيب كويس يعني جدا. وجوده هيبقى ما اضافه. ده خساره للنادي، واحمد ربيع ده لعيب كويس وخساره مع اللعيبه الموجوده، محمد اسماعيل والونش وحسام وفتوح، يقدر زي ما احنا قلنا قبل الفاصل ان الزمالك ينافس على البطولات. ينافس على البطولات، اللعيبه دي تاخد مستحقاتها، تتعالج كويس، اللعيبه الكبار يبقوا موجودين وما نفرطش في حد تاني. كابتن هاني، تعال بقى نتحول معاك للنادي الاهلي. تشوف ازاي الصفقات اللي النادي الاهلي ابرمها وايه اللي محتاجه الاهلي؟ الاهلي يخلص عمرو الجزار رسمي، مروان عثمان رسمي، احمد عيد رسمي، يوسف بالعمري رسمي. طبيعي انت لو بصيت على خريطه النادي الاهلي الحقيقه لسه المهاجم طبعا، لان لازم يكون عندك مهاجم شرس الحقيقه. يعني جراديشار في وقت من الاوقات بيأدي كويس، اوقات ما بيأديش كويس. محمد شريف، ممكن تقول لي رايك ايه في جراديشار؟ يعني تقييمك ليه ايه جراديشار ده؟ انا بستغرب جدا، لان الناس اما ان هي مقيماه مهاجم كويس قوي، او لا ده لازم يمشي. فاديني تقييمك كده. لا يعني هو مهاجم كويس، يعني هو هتقيمه كمهاجم، لكن مش مهاجم شرس جوه البوكس، بيطلع كتير قوي بره. ما عندوش قدره وسام ابو علي مثلا. محتاجين مهاجم اكثر شراسه على المرمى، ماشي، يسجل اهداف. وطبيعي ان النادي الاهلي لازم يجيب مهاجم محترم الحقيقه يعني. فدي لكن في اعتقادي الشخصي كل الصفقات اللي جابها النادي الاهلي على حساب جراديشار ولا يكمل؟ لا، انا في اعتقادي لازم مهاجم على حساب جراديشار. على حساب جراديشار يعني. لكن كل الصفقات اللي جايه تقدر تقول لعيبه كويسه، لكن مش فروقات كبيره يعني. ما فيش حد هيعوض عبد المنعم، لان ما فيش محمد عبد المنعم في الدوري المصري الحقيقه. كلنا صح. يعني كل اللعيبه اللي جت لعيبه كويسه، لكن الفروقات مش بعيده او مش كبيره او مش هيعمل الفارق اللي الناس منتظرها قوي. لكن كان مهم ان يكونوا موجودين، لان عندنا مشاكل على مستوى الدفاع بشكل واضح جدا. لغايه دلوقتي مشكله وسط الملعب، اليو ديانج اعتقد مش هيكمل بشكل كبير مع النادي الاهلي. لازم يكون واحد موجود في وسط الملعب بشكل كويس، عنده امكانيات كويسه، قدرات كويسه بشكل كبير، لان برضو اليو ديانج كان بيحل مشاكل كتير على النواحي، سواء النواحي الدفاعيه او غلط نص الملعب مع مروان. عندنا تخمه شويه في الاجنحه، وده اللي قلته. النادي الاهلي انا في اعتقادي الشخصي ان خروج محمد عبد الله ما كانش وارد. انا ما كانش يعني ما اعتقدش كان قرار صائب والله. طبعا. الولد كويس، محتاج مباريات، ودايما بنقف عند الحته دي، محتاج مباريات. انت لو اداره فنيه شايفه ان في بوتنشال كويس، محمد عبد الله ده لعيب كويس، اولا ما عندكش الستايل ده في النادي الاهلي، اللي هو الوينج الاشول، مش موجود في النادي الاهلي. امكانياته لما لعب لا لعيب مقنع وجاي. يعني انت لازم تديله مباريات، وده الحقيقه الفرق. يعني في طبعا الانديه الكبيره بتلعب على البطولات والجاهز، لكن كمان لازم تبص للعيبه اللي عايز تبنيها. ما هو ماشي في الجزئيه ديت. انت عندك تخمه في الاجنحه، خلاص احنا متفقين على كده. يعني انت ناحيه اليمين ناحيه الشمال انت عندك اسماء كتيره جدا جدا. ياخد مباريات مع النادي الاهلي، يعني قدراته ان ياخد عدد دقائق كويس. طب ما انا خرجته، الاهلي يقول لك انا خرجته لسيراميكا كليوباترا، فرص لعبه اعلى بكتير من الزحمه اللي عندي، وعلي ماهر طالبه بالاسم فمقتنع بيه، وبالتالي هو فرص ظهوره كويسه، هيجي لي اقدر استخدمه بعد كده. انا عندي مشكله ان انت دايما بتطلع وما بتستفدش. يا جماعه الولاد دول لازم ياخدوا وياخدوا مباريات في الاهلي مش بره. في الاهلي. وانا لو يعني انا في رايي كان ياخد عدد مباريات اكتر شويه من الموسم اللي فات، كان هيبقى افضل. كل ما تديله مباريات اكتر. طب اطلعه بره عشان ياخد مباريات؟ طب وهو جوه هل كان المسافات ما بينه وما بين الوينج اللي بيلعب كبيره قوي؟ لا مش كبيره، انا مش شايف انها كبيره قوي. يعني كان في اوقات ياخد عدد دقائق معين، ويبقى ده عندك سياسه نادي. انا دايما ببص لسياسه النادي. صحيح. ان يكون عندك ولد كويس طالع لازم ياخد فرص جيده جدا جدا جدا، بعيدا عن الاعارات. لان الاعارات انت ممكن سيراميكا فرقه بتهاجم كويس، لكن ساعات احنا بنطلع اعارات لفرق بتدافع، او سيستم لعب مش للنادي الاهلي، وبالتالي او لعيبه ما بتلعبش. يعني في فقرات بتحصل كده. او انت لما بتحط اعارات ما بتحطش بند ان اللعيب ده لازم يلعب عدد دقائق معينه علشان يرجع لي كويس، او ما بتدورش على الفرقه اللي ممكن قريبه من النادي الاهلي بتلعب بشكل. على ذكر العناصر المميزه مع محمد عبد الله، وعمر سيد معوض برضه ظهر بشكل كويس. عمر موقفه ايه يا كابتن سيد؟
لا يعني عمر موجود في النادي، بس زي ما بيتكلم الكابتن هاني، هي دي رؤيه نادي. بس هو موجود، ما خرجش الاعاره، موجود. هو موجود بس هي رؤيه نادي. انت بتتكلم الكابتن هاني بيتكلم ان في فعلا تخمه في الاجنحه، بس انت كنادي عندك فكره ان الراجل اللي بيلعب ناحيه اليمين ده الوينج رايت اللي هو بقى في العالم كله بيلعب برجليه الشمال، انت مؤمن بالنقطه دي ولا لا؟ ولا الموضوع عادي ممكن اي حد يلعب برجليه اليمين يستخدمه الناحيه دي؟ فرقها في حاجه يا ابراهيم، تريزيجيه جاب الجون الثاني ازاي؟ جاب الجون الثاني ازاي في الماتش اللي فات؟ يعني عمل كده خطه ده الطبيعي بتاع اي وينج موجود. تخيل بقى الناحيه الثانيه، هات اي وينج بيلعب الناحيه الثانيه هو مش هيعمل كده ابدا هو هيطلع لبره، هيطلع لبره، فانت منتظر منه الكروس او حاجه ثانيه. فهي النقطه في كده، انت كنادي كفكرتك الفنيه جوه الملعب، انت الكابتن هاني برضو قال حاجه مميزه جدا، ان انت البروفايل ده مش موجود عندك كتير. انت فاهم؟ لو بروفايل محمد عبد الله، بروفايل عمر سيد، سيبك من الاسماء، اشول ناحيه اليمين. ايوه يعني حط انت بتتكلم على بروفايل معين، لازم فرقتك يبقى فيها تنوع، ما يبقاش فرقتك كله شبه بعض. وغير كده كمان يا سيد، انا دايما بتكلم على سياسه النادي. طالما عندك ولد طالع من قطاع الناشئين وعنده فرص جيده جدا، انا اخدها جوه الفرقه، اخدها جوه بيتي، بدل ما اطلع ويبقى عندي مشاكل بره. برضه بعض المدربين هيلعب مش هيلعب، السيستم مختلف. فانا بحبذ جدا ان اللعيب اللي شايفه بوتنشال وجاي من قطاع الناشئين ده ليه الاولويه. وده تاني هرجع لنقطه مهمه جدا، ان الاداره بتتفق مع المدير الفني ان الولد دوت من قطاع الناشئين، الولد ده بوتنشال ولازم ياخد عدد دقائق، لازم ياخد عدد دقائق معينه علشان يتطور. ما انا اصلا انا صارف عليه كتير، ايوه، وهيجي هيقعد اعاره سنه سنتين، ممكن يرجع ممكن ما يرجعش، وبعدين يبقى راح. وامثله كتيره كده، واجيب مكانه لعيب تاني بمبلغ اعلى كبير جدا. هي عايزه بس تحديد سياسه النادي واضحه، ان اللعيب اللي طالع من قطاع الناشئين شايفين احنا انه لعيب كويس، وهنرجع تاني مين اللي هيشوفه؟ يعني هنرجع تاني مين اللي هيشوف ومين اللي هيقرر؟ هو المفروض السبورت دايركتور هو لما بيشوف من قطاع الناشئين ده في ولد، يبقى الولد ده السنه الجايه هيلعب 10 ماتشات اجباري، علشان انا شايفه كمان السنه اللي بعدها ده هيبقى اساسي بتاعي، يبقى انا كسبته، كسبت ولد من عندي. عايز تقول ايه يا كابتن؟ عايز اتكلم في نقطه برضو. انت سالت الكابتن هاني في الاول على تقييمك للصفقات بتاع النادي الاهلي. صفقات النادي الاهلي ما تقدرش تقيمها دلوقتي بامانه يعني. كلهم عناصر كويسه، بس انا هقيمهم بعد الموسم. النادي الاهلي عنده بطولتين مهمين جدا، دوري ابطال افريقيا وبطوله الدوري، ومنافسه كبيره جدا. فالنادي الاهلي حصل على البطولتين، يبقى نجح في كل صفقاته وتدعيماته بشكل بنسبه 100%. لا قدر الله خسرت حاجه من البطولتين، يبقى انت اكيد التدعيمات دي ما فادتكش بحاجه، ما اديتلكش. طب افرض انا التقييم الجماعي للفريق كان حاجه، والصفقات دي تقييمها فردي كانت حاجه ثانيه، يعني انا فضلت معتمد على المجموعه ديت والمجموعه دي ما ساهمتش معايا. ما هيبقى رؤيتي ان انا جايب لعيبه احتياطي يعني ما هو لا، ما هو انت مثلا جبت يحيى عطيه الله كان لعيب اساسي في المنتخب. لا انا بتكلم ما تاقلمش على هنا كابتن، ما تاقلمش. لا بس في نقطه، ودي خليها ماده نقاش مهمه. هو الاهلي اصلا عنده فرقه اساسيه قويه. هو الفكره انه الاهلي عايز يقرب الجاب ما بين الفرقه الاساسيه والفرقه البديله، عشان ما يغيب عندك حد. صح ولا بتكلم غلط؟ لا، اساسيات الاهلي، اساسيين الاهلي مرعبين يعني. ما والكواليتي برضه اللي موجود بره النادي، يعني مش هتلاقي الاوبشن. يعني اقول لك على حاجه، كل لعيبه جيده وكل حاجه، بس مين فيهم مثلا كان موجود مع منتخب مصر ومؤثر تاثير كبير جدا، فانت هتقدر تقول ايه، انا فتح الله شفته في كاس الامم فمكسر الدنيا فلازن اجيبه. بس برضه خلينا نتكلم ثانيه يا ابراهيم معلش. عامل السن بالنسبه كمان للخط الهجوم. احنا عندنا برافو عليك بن شرقي 32 31 33 عندك، حتى بتتكلم على حسين الشحات معدي يعني شويه قرب خلاص دخل في الثلاثينات. علشان كده لازم تبني ده. عشان كده كنت متوافق معاك في حته في محمد عبد الله، انه الحيويه مطلوبه طبعا، ان في الحته دي انت محتاج لعيبه في السن اصغر شويه، رد الفعل بيبقى اسرع شويه، تفرق معاك. طيب تقييمك ايه لعمرو الجزار بما ان انت يعني مدافع جامد؟ كنت هكلمك عليه قبل ما تتكلم، بس عايز اتكلم على موضوع عمر لاعب كبير ومحمد عبد الله لاعب كبير. الانديه الكبيره اللي عايز تاخد بطولات بتبص للحاضر والمستقبل. فانت لو عايز تبص لدي والتنوع كمان اللي بيتكلموا عنها الكباتن، انا لو عندي وينج بيلعب باليمين بس وعندي واحد تاني موهبه وصغير في السن، ده لو مش عندي هجيبه. فانت ربنا بعت لك ناس في الحته دي، اشول بيلعب ناحيه اليمين ولاعيبه كويسه ومواهب بجد، فلازم اسيب الناس دي.
مش الاسهل دايما ان اطلع اعاره. اوقات بتبقى ماشي، ممكن تطلع اعاره عشان يلعب وياخد خبرات ويلعب اكتر ممكن، بس في اوقات تانية طالما انا عندي المكان ده لازم يبقى فيه واحد اشول ولاعيب مهاري وابن النادي وحابب النادي قوي. طب ما يقعد وياخد، لان الدقيقه في الانديه الكبيره الزمالك والاهلي ب 10 ماتشات في الانديه الثانيه كلها في ضغوط معينه بشكل معين مع لعيبه معينه. فاي ماتش هتلعبه مع الانديه الكبيره دي بيعادل 10 ماتشات في الانديه الثانيه. فليه لا؟ ناس كتير وكل النجوم جات لهم الفرص وهم صغيرين، ليه الانديه الكبيره ما زق الناس دي تلعب نص ساعه في شوط في ماتش ينهي الموسم مثلا في الزحمه دي، يلعبوا مثلا 7 8 ماتشات؟ ليه مشكله الاهلي كلها تتلخص دلوقتي في ان هو محتاج راس حربه؟ لا مشكله الاهلي بالنسبه لي ان هم مش عارف اولوياتهم فين يعني. دايما عندهم اماكن زحمه جدا واماكن ما فيهاش جوده كويسه. اديني امثله من زمان. مش طبيعي ان النادي اللي اخر 10 سنين لعب فيه جilberto وسيد معوض ومعلول ما فيهوش باك ليفت دلوقتي جامد. يوسف بالعمري جايبينه اهو لعيب كويس. طيب ما هو من زمان ما هو بيلعبوا من غير باك ليفت، فلازم الانديه الكبيره تشوف الحاجات دي. المشاكل عندهم انا شايف عندهم باك ليفت في مشكله في الباك ليفت. لازم النوعيه زي الاسماء اللي انا قلتها دي لازم حتى لو محترف. بس نص مصر كلها برضه يا محمود، مصر كلها لو بصيت على الباك ليفت ما اجيبش من مصر. يعني ما نادي عندي فلوس يا كابتن هاني. لا طبعا نادي عندي فلوس، عندي امكانيات مش طبيعيه. اجيب نص الملعب زحمه، جايب 2 محترفين في نص الملعب. يوسف بالعمري بيلعب في منتخب المغرب يا جماعه. ماشي لو لعيب كويس. لا لعيب كويس، لعيب في منتخب المغرب يعني. هو لسه ما حدش شافه لسه. وانا الحقيقه مؤمن باللي قاله الكابتن سيد معوض. بالنسبه لي الحكم على الصفقه مش باللي قدمته قبل كده، لا باللي هتقدمه. ممكن يبقى لعيب جامد جدا صح بره ويجي هنا كميته ما تمشيش معاه. ما انت اللي هيقوله في فتح الله دلوقتي يحيى عطيه الله لعيب جامد جدا جه النادي الاهلي والمدافع واشرف داري كان لعيب انت وانت بتجيب مدافع جامد يعني. ما بتنزل السوق تجيب مدافع جامد. انت النهارده بتتفاجئ بقى لازم في اماكن تركز فيها الباك ليفت. لازم المهاجم لازم الجزار لعيب كويس جدا، انا اتعاملت معاه اصلا يعني لعيب كويس جدا، بس لازم يتصبر عليه ويلعب كتير. يعني ما تحكمش عليه من اول ماتش، ما تحكمش عليه من أول، لان اللعيب ده بني ادم كويس، شخص كويس، لعيب محترف عارف ايه اللي وايه اللي عليه، عارف يعني ايه لعب الكوره وحياه لعيب الكوره. طيب انا بستغرب جدا، فلو صبر عليه يبقى لعيب كويس. بستغرب جدا انديه كبيره واقفه على رجليها وعندها سكواد جامد زي النادي الاهلي وزي بيراميدز ان هم بيطلعوا ولادهم اعراض بره. ده الفرصه الوحيده ان انت تتقل الولاد دول مع اللعيبه وهي واقفه وبتاخد بطولات وجامده، عكس لعيبه نادي الزمالك اللي هو محمد ابراهيم ولا ايشو ولا سيد اسامه ولا الولاد دي، دول ابطال لان جايين بيثبتوا جدارتهم وبيموتوا نفسهم في وقت النادي مش الظروف صعبه، واللعيبه الكبار معظمها مصاب بيلعبوا كلهم مع بعض. يعني برضه انا بستغرب جدا ان مثلا عمر سيد يمشي ده والفرقه ده اوانه ان هم يبقوا موجودين وياخدوا. عمر قاعد. انا دايما عمر قاعد صح؟ دايما بشوف التقييم يا كابتن اسماعيل. ايه طب هو سؤال في هنا اجابه. عمر قاعد ولا لا؟ ان شاء الله قاعد. ايوه يبقى لسه فيها. ده فكر كتير. فكر كتير. تعرف يا ابراهيم، بس انا اقول حاجه بس على الكره المصريه عموما يعني بعيدا عن لا حاجه واحده بس والله حاجه بسيطه. هتضر الولا انا لا مش على عمر والله ولا حاجه بسيطه جدا. احنا عمالين نتكلم على اللعيبه المغاربه كتير جدا اللي في الدوري الموجودين في الدوري. انت عارف ان كلهم دول منتخب تاني اللي كان بيلعب في كاس العرب. فهم بالنسبه لنا هنا واو. احنا وصلنا الكره المصريه ان احنا بقى المنتخب الثاني في المغرب بالنسبه لنا واو، بقى حاجه كبيره جدا في المهاره والامكانيات عشان احنا نزلنا بمستوى اللعيبه جامد جدا. نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا. طيب عايز اسالكم يا كباتن سؤال، هل في لعيب في مصر حاليا اجمد من امام عاشور؟ لا اكيد لا خلي بالك كمان امام ما وصلش للفورمه البدنيه بنسبه 60%. انما هو في ارضيه الملعب لا لعيب جامد يعني كده 60% كده. طبعا لسه ما دخلش فورمه. ده لما يوصل ل 100% يبقى ايه؟ لا لعيب جامد. تعرف معنى ايه ان هو 60% واحسن لعيب في مصر؟ عارف معنى الموضوع؟ مش عارف ولا اقوله. 60% اجمد لعيب في مصر طبعا.
بس انت مقتنع ان هو لسه ما رجعش لا هو عنده احسن بدنيا وفنيا؟ بدنيا ها؟ مر بظروف صعبه برضه يعني الإصابة المرض ده ربنا الأخيرة. شفاه منه طبعا. ولا فيتو لا هو امام لعيب كبير، امكانيات لعيب كبير، هو حاليا هو الافضل في مصر كامكانيات طبعا، ولو كمان عنده احسن من كده هيكسر الدنيا. وهو ابراهيم مستوى كده ورايح البطوله سيد مش جاهز، واحنا حاسين بفرق، حاسين بفرق في الدوري المصري هيجي يعني. لا وهو فارق عن الناس اللي حواليه بامانه بمسافات. والنقطه الاهم يعني اختلاف المنافس بالنسبه له مش مشكله. انا ممكن تعمل قدام يانج افريكان ماتش حلو قوي، انما هو امام اللي عمله قدام كوت ديفوار، فده يساوي ان ده هو الكواليتي بتاعه كده. هتلاعب لعيب جامد، هتلاعب لعيب اقل شويه، صراحه لعيب جريء، انما في لعيبه ما عندوش نوعيه من انواع التوتر. لا امام عنده هو عارف ان هو كويس. لا وبعدين هو امام الحقيقه هو بعيد تماما عن اي منافس ليه في الدوري المصري. صح كده؟ صح لعيب جامد بامانه يعني بعيد عن اي لعيب في مصر الحقيقه. اتمنى ان شاء الله يعني ربنا يحفظه من الاصابات. والنقطه اللي فتح الله محمود مش عايز يتكلم فيها، ان انت لما بتتكلم على امام عاشور طب انت بتتكلم انت دي هيوديك لنقطه ان الدوري بتاعنا ضعيف جدا جدا، ان مفيش اقرب منافس لامام عاشور بعيد قوي. فانت وكده 60% بدنيا لسه ما تخيل يعني ما كملش يعني انت بتتكلم على لو قارنا امام عاشور بكل لعيبه وسط الملعب مش هتلاقي حد منه قريب، وده مش طبيعي في دوري كبير زي الدوري المصري. على الاقل هتلاقي واحد بيدبدب وراه حد قريب منه، لكن المسافه بعيده. يعني ممكن اللي يبقى قريب منه محمد شحاته لو يعني خد مباريات، لكن امام امكانياته كبيره جدا جدا جدا. كنت عايز تسال الكابتن اسماعيل وعايز اسالهم سؤال. كنت دايما بتكلم على سياسات النادي، وكنت بتكلم على السؤال طرح واحنا بنتكلم على حمزه عبد الكريم. هو السؤال لو حمزه عبد الكريم ما اتطلبش من برشلونه هل كان هيكون موجود في النادي الاهلي ولا لا؟ له دور يعني ليه دور ولا لا؟ صح. لان دايما بتكلم مش انتقادا في النادي الاهلي، انتقادا اصلا نفسي يكون في سياسه واضحه للولاد بتوع قطاع الناشئين او المميزين. حتى لو قطاع الناشئين عندنا او في مصر مش ماشي في افضل حاجه، لكن عندك لعيب مميز. هي دي النقطه، ازاي يكون العين موجوده. وده تاني هتكلم على المدير الرياضي، لازم يكون هو اللي بيقوم بدوت، انك الولاد دول لازم احنا نكبرهم. يعني احنا الولاد دول احنا اللي نكبرهم واحنا اللي نديهم. صحيح. الحقيقه دي عندنا النقطه اللي بيتكلم فيها الكابتن هاني دي مهمه. كابتن اسماعيل، كابتن فتح الله، كابتن سيد، لو ما كانش انت عايز ايه مني يا اخي؟ عايز مش هنرد عليه. انا مخصم عايز ياكل عايز ده النهارده قولا واحدا. لا بص هو فين انت واخد بالك يا كابتن هاني؟ بيقول لك بالنسبه لمشاكل النادي الاهلي دي رفاهيه بالنسبه لي. هي مشكله مهمه، بس احنا عندنا مشاكل اكبر من كده. ما تزعلش مني بس يا محمود، اوعى تزعل مني. لا بص يا فتح الله، انت دلوقتي لاعب بالناشئين دلوقتي. بص احنا كلمه ورأي الشخصي يعني احنا الناس اللي عندها رؤيه في مصر كانديه مش كتير. احنا معظم الانديه فيهم انديه كبيره وانديه صغيره ماشيين اليوم بيوم وحسب الظروف. بس حد عنده رؤيه وبيخطط لايه وعارف هيعمل النهارده ايه والشهر الجاي هيعمل ايه والسنه الجايه هيعمل ايه. مش عايز اقول ما فيش عشان ما حدش يزعل، بس مش كتير. لا حتى لو فيها فتح الله مش كتير، مش هياخد فرصه ان هو يثبت هذه الرؤيه. كابتن هو مين يعني معظم الانديه في الدوري، احنا دلوقتي كام نادي في الدوري؟ 21 فيهم 80-90% من الانديه عايزين يبقوا موجودين في الدوري وخلاص. هل احنا دوري فقير فنيا؟ طب ما يديهم ثقه انت عارف ان ترتيب الدوري بتاعك على مستوى العالم مش بعيد يعني، كويس ترتيب. يعني 16 تقريبا. في ناس بتقتنع بالتاريخ والاحصاء، في ناس تقول لك لا يعني ما علينا، الترتيب ماشي. انا بسال سؤال، هل احنا الدوري بتاعنا فقير؟ جدا فقير جدا، بدليل ان انت ما عندكش باك رايت لمنتخب مصر، ما عندكش باك ليفت لمنتخب مصر، ما عندكش فيرو الثاني مع مصطفى، ما عندكش حاجات كتيره جدا. بتدور على سيرد باك لمنتخب مصر، بتدور على فيرو لمنتخب مصر. انت بتدور على منتخب مصر يبقى فيه 6-7 اماكن ما فيهمش لعيبه على مستوى يلعبوا منتخبات، يبقى الدوري ضعيف. هل ده معناه ان انا اقلل عدد اللعيبه المحترفين الاجانب زي ما كان بيقول الكابتن حسام حسن؟ انا بنسبه 100% موافق طبعا. طبعا. لا انا عندي جزء تاني، انك مش لازم تقلل، لكن يكون المعايير مختلفه. يعني اللي تجيبه لازم يكون لاعب مثلا
دولي مع فرقته خلال السنتين اللي فاتوا. انا ميل قوي للي بيقولوا الكابتن يعني ليه لا؟ عشان صح. الكواليتي اللي اجيبه يبقى اجمد من اللي موجود. الكواليتي يبقى ما اجيبش انا واحد مش شبه اللي تجهز موجود. للدول الثانيه. لا الكواليتي يبقى كويس. صح، يعني انت صح. انت هتجيب انا برضه بجيب لعيبه بتلعب دوليه وبتيجي هنا برضه تعبان. لا بس عدد قليل يا كابتن. تلعب على عدد الاقل قليل. 50% او 60% من اخر سنتين مع منتخب طيب. بلدهم. طب سكه ودغري هنا هتصطدم مصالح الانديه برؤيه الراجل المدير الفني لمنتخب مصر. الانديه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه اهلي وزمالك ومصري مثلا وبيراميدز الانديه ديت عايزه لعيبه محترفه اجانب على كواليتي عالي عشان تقدر تنافس في البطولات. بيراميدز داخل كاس عالم للانديه، الاهلي كان بيشارك في كاس العالم للانديه، افريقيا وكونفدراليه بالنسبه لكل الفرق. هتصطدم هنا الرؤيه اللي قالها الكابتن حسام حسن بالانديه ومصالحها اللي هي برضو يعني بتشارك في بطولات كبيره. فاحنا هنا بنروح لانهي؟ انا مع سؤال صعب. ها انا مع رؤيه الكابتن حسام حسن مليون في المية. مليون في المية بامانه، لان انت شوف الفرق ال10 سنين اللي فاتوا لعيبتك راحت فين. الاماكن اللي بيتكلم عليها الكابتن اسماعيل كلها كواليتي، حتى اللعيبه هو الدوري مستواه عالي باللعيبه اللي موجوده عادي. يعني ما اجيبش اجانب بوضع قوي، يعني زي ما الكابتن هاني ما بيقول ابقى اشترط عليه ان هو يكون شارك مع منتخب بلاده بنسبه كذا بس ما تجيبش 5. تجيب كابتن ده انت تجيب عندك كام؟ نقطه تجيب زياده تلاتة. كمان يا كابتن. ناسب 3 كابتن في غير الخمسه. بتقول كده حتى لو حتى وده كان هيضر مصلحه الزمالك في المشاركات الافريقيه. هو الزمالك مش مستفيد بالاجانب بتاعته بحاجه. مفيش فايده. هو الاصل انه يستفيد. مفيش الاصل انه يستفيد. هو احسن له ان هو يبقى في 3 بس، احسن الناس الزمالك والانديه كلها، لان في انديه برضو ما بتبصش انت على الانديه اللي بتلعب بطوله افريقيا. الانديه الاخرى اللي برضو بيبقى فيها محترفين وبياخدوا بالدولار ومستواهم 50%. في انديه كتير في الدوري المصري. انت لما تيجي تبص دلوقتي اكتر نادي عنده لعيبه محترفه بتشارك معاه هو بيراميدز هو المستفيد الحقيقي. ال5 بيلعبوا من ال5 يعني في واحد ما بيلعبش فيهم. يعني تمام. انت لو عايز تطور دوري انت ما تبصش على مين الاول 5 او انت لو هتطور دوري يبقى لازم تبص كمان على الناس اللي تحت. وعشان تبص على الناس اللي تحت عنده القدره يجيب ولا لا؟ ماشي، ما دي حاجه ثانيه، دي قدرات ماليه. لكن انا رايي الحقيقه لا، المحترف ضروري في الدوري المصري بمعايير مختلفه على اللي بيتجاب بيها دلوقتي. انا مختلف. يعني شايف ان احنا ما ينفعش نقلل عدد المحترفين، يعني مفيش داعي لكده اصلا. انت عدد المحترفين في الفرقه كام؟ 5 لا وفي فلسطيني والسوري وتحت السن 3. بتكلم الاجانب كام؟ السوري لا ما اعتقدش. لا فلسطيني بس 5. فانا شايف ان 5 وانت قيمتك 30 ده نسبه عاديه جدا في دوري عايز يبقى دوري كويس. لان اللعيبه الاجانب لو انت القصه بقى النقطه الثانيه ممكن يبقى انا عندي سوء اختيار، بجيب ناس واخد من وراها فلوس. ما اعرفش، في ناس في انديه كده تجيب لعيبه هاخد من وراها فلوس وبتاع واجيب حد ما لعبش ماتشين في بلده. ممكن ده قصص فرديه، اشخاص مش عارفه تدير، ما عندهاش امانه للنادي اللي هي شغاله فيه. بس انت كنت بتتكلم على منظومه ودوري. انت لو عندك محترفين، هو بيراميدز مثلا عنده 5 محترفين معظمهم بيلعبوا صح كده ومكسرين الدنيا. 4 بيلعبوا ومكسرين الدنيا. بيراميدز اخر سنتين فين؟ في حته ثانيه خالص. فانت المحترفين لو انت عندك امانه وعندك عين كويسه وبتختار صح بيعلوا الدوري. لازم ال5 يبقوا موجودين في الملعب. لا وبيعلوا الدوري وبيعلوا مش الدوري بس، بيعلوا اللعيبه اللي بيتمرنوا معاهم. لو هم لعيبه كويسه وجوده عاليه بيعلوا اللعيبه المصريه اللي بتتمرن معاهم. ان انا بتمرن مع نوعيات مختلفه ولاعيبه مختلفه. كل الدوريات اللي بتقدم وعايزه تعمل حاجه عندها محترفين. مفيش حاجه اسمها نقلل المحترفين دي ابدا. بس كلها ليها شروط برضه يا فتح الله. يعني لازم يكون زي ما اتكلم الكابتن هاني ليها شروط. معلش هي المشكله دلوقتي هو احنا ما عندناش باك ليفت في المنتخب علشان خاطر اللعيبه المحترفه. لا عشان قطاعات الناشئين عندنا. مين المحترف اللي عندك باك ليفت في مصر؟ بس ما هو انت لما بيطلع لك ناشئين يا هاني ما اداش فرص. ما انت ما عندكش باك ليفت اللي هو انت مين الجامدين اللي عندك؟ مش الاهلي والزمالك؟ مش دول اللي انت بتاخد منهم؟ المفروض. طيب ما عندكش باك ليفت اجنبي لا في الاهلي ولا في الزمالك؟ لا في طبعا ده بقى لهم 4-5 سنين. انت بتتكلم في الزمالك والاهلي. الاهلي كان علي معلول، فتوح موجود، كان علي معلول وبعد كده يحيى عطيه الله. انا بتكلم السنه دي اخر سنه، يعني السنه اللي هو بناء عليه هي شكري بس. شكري وكوكا هم اللي موجودين في النادي الاهلي اللي النادي الاهلي بيتعامل بيهم. حتى كوكا يعني كوكا مش باك ليفت اصلا. نادي الزمالك بينتهي عندك مدافعين مساكين مثلا اجانب في الانديه الكبيره مفيش حد. وفي المنتخب بتدور. انا اللي مستغرب له ان الخامه عماله بتقل قوي يا جماعه. طب اقول لك حاجه يا سيد، هو انت لو جبتش محترفين او قللتهم
ده يضمن لك ان اللعيبه المصريه المشاكل اللي عندنا دي هتدي هتتعالج؟ فرصة أكتر. مستحيل تتعالج. لا تدي معلش فرصه انا اكتر في اللعب. انا اسف تعالوا نلعب لعبه أكتر للعب. تعالوا نلعب لعبه سهله جدا جدا. انا قاعد قدامي كلكم نجوم بسم الله ما شاء الله، وكلكم كباتن كبار جدا جدا بسم الله ما شاء الله. قاعد يميني وشمالي كاس العالم 90 كابتن اسماعيل وكابتن هاني وكابتن فتح الله وكابتن سيد معوض بطولات افريقيا، فاحنا ما فيش اجمد من كده. لو اديتك ورقه وقلم يا كابتن اسماعيل قلت لك اكتب لي اجمد مدافعين في الدوري المصري، هتجيب غير اللي جابهم الاهلي يلعبوا؟ لا، ما دول الافضل حاجه، فتح الله دول افضل حاجه. افضل الموجودين بره الانديه الكبيره يعني. ها مفيش، لان الفروقات قليله جدا. مفيش، بس احنا وصلنا عارف ده معناه لمرحله إيه؟ افضل الموجودين. عارف ده معناه ايه؟ أفضل. ان الناس ده اللي زمان معترضه، لا انا اسف بس انا هكمل لك. الناس اللي معترضه انه اللعيبه دي جت وهي ما لعبتش، ما في قطاع معترض يقول لك أصل ده ما لعبش دولي، عمرو الجزار ما لعبش دولي، فلان فلان ما لعبش دوري، ما لعبش دولي، ما هوش لعيب اساسي في المنتخب. ما دي الجوده اللي موجوده، هو الاهلي هيجيب منين؟ افضل مش ناس الأهلي بس. موجوده ومش في الدوري دول. ومش الاهلي بس، اي نادي في الدنيا هينزل السوق عشان يشتري. زمالك فلنفترض صحينا الصبح الزمالك معاه فلوس وفك القيد يلا بينا نشتري، قول لي اجمد لعيبه موجوده فين؟ فده ان دل على شيء يا جماعه يقول انه الخامه يا كابتن ما هي هاني. الخامه هترجعنا تاني، لان عندنا مشاكل بالولاد. في القطاع، وعندنا مشاكل في التطوير، وعندنا مشاكل في المدربين. يعني الدوري جامد ولا الدوري ضعيف؟ رايي الشخصي انا ضعيف جدا. طيب يبقى انت بتتفق انا معايا. اشوف أيوة طبعاً، انا اشوف طبعاً، انا طبعاً. اشوف انا اشوف انه الدوري فيه بيقولوا عليه ايه، فلفل وشطه، بس خش في الحشو. مفيش حشو. ايوه، برافو سنة. عليك يا ابراهيم. في حاجه قويه. احنا في موضوع يا باشا واحنا كلنا بنقول على حاجات، بس خش بقى كل سنه وانت كل سنة طيب. وأنت طيب. انا معاك، لان الدوري المصري الحقيقه انا في رايي دوري ضعيف بكل معنى الكلمه. انا ما يهمنيش ال مسؤوليه بقى 16 مين بقى ان على انا العالم. اعلي الجوده؟ مسؤوليه مين ان انا اعلي الجوده؟ انا عايز اعلي الجوده، عايز لعيبه جامده، عايز اشوف دوري مسؤوليه اتحاد اتحاد الكوره الكوره والرابطه. والانديه، لان ما فيش دوري في العالم بيبقى فردي 21. أنا شفتها في الحته دي، شفتها في حته. لا ما شفتهاش، لا شفتها. هو المفروض الدوري يبقى 18 او 16 لا، عشان يبقى الجوده عاليه. ادارات واتحاد كوره وكل يا ابراهيم منظومه ومدربين وملاعب. انا لو عايز ابراهيم لعيب كويس لازم امرنه في ملعب كويس، انا بصراحه موضوع ارضيه يتمرن في ملعب كويس. ده حتى ملاعب الماتشات يا كابتن هاني تشوفها طبعا المشكله في أنا واحد او موضوع- اتنين كويسين، الباقيين ما ينفعوش اصلا. تاني. فعايز ازاي أنا بقيت اللعيبة ماتشات تبقى بدون كويسة. جمهور كلها وما فيش اي حاجه. اللعيبه بقى لها فتره بامانه مظلومه برضه، ده ما خد بالك يا بيلعبش إبراهيم. تحت ضغط. سيد خد بالك يا سيد، طول السنه بيلعب اللعيبه في 15 الجماهيريه واحد في المدرج. الانديه الجماهيريه مش كتير، يعني 80% انديه شركات اغنياء. طب يا جماعه ده فرصه ذهبيه ان انا اعمل ملاعب كويسه. هو طبعا انا كلام كتير ويطول، بس انا برضو لحد دلوقتي يا جماعه هتجنن والله بجد، انا هتجنن. انا لحد دلوقتي بشوف ارضيه الملعب في الدوري غريبه، مش قادر اصدق يا جماعه والله بجد ان احنا لسه بنجري ورا البذر الفحفوحي والمحموحي الزرع الشتوي والزرع الشتوي بذر الشتوي. والزرع البذر. بتتعمل 16 مره في السنه. انا مش قادر اصدق يا جماعه، اقسم بالله عيب. احنا البنيه التحتيه عندنا جامده جدا، احنا عندنا استادات. فرقوا يا جماعه ما بين استادات جامده جدا 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 جدا، الملاعب وارضيه ملاعب وحشه جدا 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 جدا. انا مش عارف ازاي دي بتحصل، دي غريبه. الناس بيبقى عندها مشكله ان هي اصلا ما عندهاش ملاعب، ما عندهاش القدره ان هي تبني ملاعب. احنا اللهم لك الحمد والشكر عندنا ملاعب وعندنا استادات وعندنا وكل فنادق حاجة. وعندنا كل حاجة. جامدين جدا. جايين بقى على بقرش ملح، اوحش حاجه في الدنيا، اوحش ارضيه ملاعب في الدنيا. واهم حاجه في حاجه غريبه طبعا طبعا، حاجه حاجه غريبه جدا يا كابتن هاني، حاجه غريبه جدا. تعمل دوري كابتن انت ما بتشوفش رتم لازم عشان ارضيه المسؤولين عن الملاعب. الارضيات دي يبقوا فاهمين ان انا لا مش بيبقى صيانه، ان اللعيب يبقى كويس بالارضيه دي، لازم اهتم بالارضيه دي. كابتن انا بشكركم طبعا على الحلقه الحلوه والمهمه جدا جدا ديت. كابتن اسماعيل بشكرك، عايز تقول ربنا حاجه؟ يخليك. لا بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك على اليانسون وصل. احنا قعدنا نص ساعه فاصل ما حدش عبرنا بحاجه، ودي حاجه اوعدك انت أوعدك حلقاتك إيه؟ كلها بعد كده تبقى قهوه. مش قهوه، مش موضوع قهوه، اجي هنا ماشي، بس ايه المشكله حد يجي يقول يا جماعه تشربوا ايه؟ والله لا انت اخدت بقى خلاص على الايه الضيافه الزياده عن اللزوم، على رحراحه القهوه. ابراهيم فتح الله بياخد اكل وهو مروح. بياخد انت خدت بالك؟ امال خدت ايه؟ بالك من في شنطه والله ما حصل.
ولا حاجه انت بتقول لا خلاص انا اسف انا اسف لا احسن لو اداك واحد لا انا اسف لا 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 الا يا حبيبي ده الحته الشمال ده. كابتن هاني بشكر حضرتك شكرا شكراً جزيلا. جزيلا. كابتن سام بشكر حضرتك شكرا ربنا جزيلا. يخليك. حلقتنا خلصت، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. اشكر فريق العمل بالكامل، نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله لو طول العمر بخير. تصبحوا على خير.